السلام عليكم ليكيب. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد من سلسلة أخبار الحركية والإلتراس في الجزائر، والبداية راح تكون من مدينة مارسيليا الفرنسية، أين احتفلت إلتراس بولينا فرع ما وراء البحار أوترمر بالذكرى ال15 لتأسيس المجموعة بكراكاج ضخم في مشهد استثنائي يعكس روح الحب والانتماء. كما نظمت إلتراس بولينا حفلا بمناسبة الذكرى ال15 من تأسيسها في قاعة الرياضات، حيث جمع هذا الموعد الرمزي أفراد المجموعة في قاعدة مفعمة بالوفاء والانتماء، تخللها تكريم خاص لعدد من قدماء اللاعبين تقديرا لمسيرتهم وإسهاماتهم في تاريخ النادي. مجموعة ولاد لاكورنيش المشجعة لفريق شبيبة جيجل هي الأخرى تحتفل بالذكرى ال11 لتأسيس المجموعة بكراكاج ضخم باستعمال سينيال في مشهد استثنائي يعكس روح الوفاء والانتماء. إلتراس إنفيرنو المشجعة لوفاق ستيف تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة سرقة لوازمها في آخر تنقل لها إلى العاصمة لحضور مباراة فريقهم ضد مولودية البيض في ملعب نيلسون مانديلا من خلال رسالة في عين المكان. المجموعة نشرت صورة الرسالة مع بيان علقت فيه على حادثة تعرض شاحنتها لكمين بعد مباراة الكأس، ما أدى إلى سرقة راياتها وبعض الممتلكات وإصابة عدد من أعضائها. كما عبرت المجموعة عن الأسلوب الجبان الذي وصف بأنه لا يمت بصلة لعقلية الإلتراس، مؤكدة أن الجريمة كانت عملية اعتداء منظمة بالسكاكين مدعومة بخونة، وهو ما وثقه شهود عيان بفيديوهات. شهد تنقل إلتراس حب عقلية وإلتراس جرين كورسرز إلى جنوب إفريقيا أجواء رائعة قبل مباراة فريقهم مولودية الجزائر ضد أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي من منافسة ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، أين قامت المجموعتين بكراكاج مصحوب برسالة المولودية تربح بالقلب، وذلك في تدريبات الفريق في جنوب إفريقيا.
كما رفعت ألتراس حب عقلية رسالة أمام تمثال الزعيم الراحل نيلسون مانديلا تعبر فيها عن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، حيث تضمنت هذه الرسالة: الصمت لا يبرئك بل يلطخ يديك بالدماء. وفي مباراة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية التي جمعت بين اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، رفعت مجموعة ليزينيونيست الجيروا تيفو بملعب 5 جويلية بالعاصمة تضمن المهيب الأحمر: إذا ما ابتغى العلا تخضع القيود والعودة. كما رفعت المجموعة أيضا رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أظهرت فيها كامل تضامنها ومساندتها، منددة بما يحدث ومؤكدة أن حساب المحتل سيؤول إلى الخراب في يوم الحساب. كما صنع أنصار شباب قسنطينة أجواء احتفالية رائعة بعد تأهلهم إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب اتحاد العاصمة بضربة ترجيح، حيث كتب سطر جديد في سجل المجد القسنطيني بعد بلوغهم نصف النهائي لأول مرة في تاريخ النادي. وفي البطولة الوطنية قامت ألتراس فاناتيك رادز بكراكاج ألهبوا فيه المدرج الخاص بهم، حيث بصم المتعصبون على تنقل كبير للجنوب الجزائري رغم بعد المسافة بين العاصمة ومدينة بشار. وفي الأخير كان هذا كل ما ميز أخبار الحركية والإلتراس في الجزائر لهذا الأسبوع. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو ونلتقي في فيديوهات أخرى. سلام.